حاسس إنك خسران كل حاجة والدنيا مقفلة في وشك؟ طب تعرف إن أعلى شركة من ناحية التقييم النهاردة في يوم من الأيام خسرت 90% من قيمتها بحسب كتاب شركة انفيديا اللي صدر السنة دي، كتاب ذا ثينكينج ماشين. شركة انفيديا سنة 2001، بغض النظر عن الدوت كوم بابل اللي كانت لسه مفرقعة سنة 2000، وبغض النظر كمان عن أحداث 11 سبتمبر 2001 لما برج الاقتصاد العالمي في أمريكا اتضرب، غيرهم بقى في حاجات حصلت خصوصي لشركة انفيديا وصلت قيمتها انها تقل بنسبة 90%. اولهم كانت خناقة مع شركة مايكروسوفت. مايكروسوفت وقتها كانت بتطلع الاكس بوكس، وكانت بتستخدم انفيديا انها تكون الفندور او المورد بتاعهم في صناعته. بس للاسف كان في مشكلة في التعاقد، ان مايكروسوفت كانت متعاقدة مع انفيديا على رقم ثابت، بينما تكاليف التصنيع على انفيديا كانت بتعلى مع الوقت، والتعاقد ما كانش واخد ده في الحسبان. ده غير كمان انه في الوقت اللي كان فريق انفيديا حاسس انه من اكتر الفرق ابداعا، مايكروسوفت كانت بتعزمهم على ايفنتات اكس بوكس وبتتعامل معاهم تعامل الصنايعيه او الفواعليه، مش تعامل مبدعين. فكل ده قاد انه يكون في اختلاف في التعاقد، وبالتبعيه قضايا وديسبيوت انتهى ان مايكروسوفت كيشتهم تكيشه نهائيه، وبعدين راحت سابتهم وراحت تعاقدت مع شركه اي تي اي. فدي كانت اول خبطه في تقييم انفيديا، ان في تعاقد مهم طار وقلل من قيمه الشركه. تاني موقف صعب مرت بيه شركة انفيديا كان في فبراير 2002، لما أعلنت انفيديا على الملأ إنها لقت أخطاء محاسبية في نتائج ربع أكتوبر 2001، بمعنى إنه كان في مبالغة في الإيرادات والأرباح، بما يعني إنهم حسبوا مبيعات من قبل ما تتحقق فعلا. الحاجة اللي خلت الاس اي سي أو هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتدخل وتحقق وتجبر انفيديا إنها تصدر حاجة اسمها الريستيتمنت، او انها تعيد اصدار بيانات ماليه مصححه. صحيح انهم مشوا وقتها المدير المالي او السي اف او، بس ده ما لغاش ان البيانات الماليه المصححه كشفت انهم حققوا اقل بكتير جدا مما كانوا عالنينه قبل كده. فدي حاجه تانية ضربت في تقييم الشركه. واخيرا كان في فضيحه الداست باستر او كارت الجي فورس اف اكس، واللي الناس كلها اتريقت وقتها ان صوته عالي، ده غير انه ما كانش شغال عدل. فدي حاجه كمان ضربت وقتها في مبيعات البي تو سي او الزباين والكاستمرز من الجيمرز. فلك ان تتخيل 3 ضربات في تاريخ الشركه خلوا قيمتها تنهار من انها تكون ب 10 مليار دولار في اخر 2001 الى انها تكون بتقريبا 1.5 مليار دولار في اخر 2002، يعني فقدان قيمه بنسبه 90%. ومع ذلك الشركه تماسكت وصلحت اخطائها، فكانت جاهزه لسوق الالعاب الفيديو جيمز لما كبر. فقعدوا ينمو تاني تدريجيا لحد لما وصلوا انهم يعدوا ال 10 مليار دولار من تاني على 2006، يعني بعد 5 سنين كامله من حدوث الكارثه، عشان النهارده في سنه 2025 توصل انها تكون ب 4 تريليون دولار، يعني 400 مره القيمه اللي كانت في يوم من الايام القيمه العاليه. الدرس المستفاد: لما الدنيا تقفل في وشك ده مش معناه اي حاجه، بالعكس استمراريتك ممكن في يوم من الايام مش ترجع لك بس اللي انت خسرته، انما تكسبك عليه كمان بمقدار 400 مره زياده. هل انت بقى من الناس اللي اتضحك عليها بكارت الجي فورس اف اكس؟ شاركنا في الكومنتات قصصك معاه لو كنت جبته، وعن صوته ودوشته في الكمبيوتر بتاعك وقتها. ولايك وشير وفولو لو عجبتك الحلقه دي. باي.